اهلا وسهلا بيكم اعزائي مشاهدين ومتابعين قناتنا اليوم. النهارده معادنا مع فيديو جديد. اعتقد الحادثه بتاعت ماري الياس، كنيسه ماري الياس او ايليا النبي اللي موجوده في سوريا، الحادثه اللي حصلت من حوالي 15 يوم، بدات باستشهاد 35 مسيحي وفي الاخر انتهت بحوالي 52. من 35 ل 52، يعني في تقريبا 17 واحد من المصابين ماتوا. طبعا الحادثة دي هزت كيان العالم كله، لأنها حادثة كانت يعني مجزرة بمعنى الكلمة، يعني كانت صعبة جدا. والناس يا عيني ما لهمش ذنب في أي حاجة غير إن هي ناس راح تصلي، مفيش أكتر من كده. ناس مسيحيين صحيوا الصبح يوم الحد رايحين يصلوا القداس بتاعهم ولا يوم الجمعة ومفيش أي مشكلة، رافعين ايديهم لله، فجأة لقوا نفسهم واقفين أمام عرش الله. إيه اللي حصل؟ الكنيسة اتفجرت. مش زعلانين المسيحيين، مش زعلانين عليهم على فكرة، المسيحيين فرحانين وبيقولوا يا رب نكون زيهم. هو حد يستاهل؟ حد يستاهل يبقى شهيد؟ حد يستاهل ان هو يدخل الملكوت بالمنظر ده؟ حد يستاهل ان هو يشوف مجد الله كده؟ حدش يستاهل. هي الفكرة في حاجة بقى، الفكرة ان الناس تعاطفت مع الموقف ولا الناس شمتت في الموقف؟ الحقيقة اللي حصل الاتنين. في ناس تعاطفت جدا جدا مع الموقف وفي ناس شمتت جدا جدا في الموقف. الناس اللي تعاطفت معاها طبعا مسيحيين زينا، ناس مسلمين محترمين ملتزمين فاهمين كويس، مش ملعوب في دماغهم زي الناس اللي احنا بنشوفها الأيام دي. فطبيعي طبعا ان الناس تكون معاك وناس عليك، لكن هي الفكرة كلها، هل الناس اللي عليا دول عليا علشان في بيني وبينهم مشكلة، ولا هم عليا علشان بس انا مسيحي؟ لا، هو الاجابة هم عليك عشان بس انت مسيحي. وبالمناسبة هم مش كتير، يعني اللي احنا رصدناهم لحد دلوقتي حوالي 3، ابرزهم واشهرهم معاذ عليان. معاذ عليان شمت في استشهاد الناس دي بما يكفي، يعني بصراحة ما سابش حاجة ما قالهاش وما عملهاش. كل حاجة عملها، مفيش حاجة ما عملهاش، حرفيا مفيش حاجة ما عملهاش. شتم، غلط، اهان، يعني عمل كل حاجة ممكن تتعمل. طيب الفكرة بقى هنا، هل المفروض يتسكت على اللي بيعمله معاذ عليان ده؟ الكنيسة في سوريا ما بتتكلمش مع الراجل ده، يعني ما لهمش علاقة بيه، انت قول اللي تقوله، ولع في نفسك يعني. بس هي الفكرة ان هو مش سايب المسيحيين في حالهم في اي مكان، حتى في مصر. يعني هو حتى بيتصل بناس بكهنة واساقفة في مصر، يشتمهم ويغلط فيهم وداخل لهم من حتة ان انا برنامج اسمه كريزو بالانجيل، عندي سؤال في الايمان المسيحي كذا 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 كذا، ويقوم قافل السكة الراجل اللي هو بيكلمه، لان طبعا مفيش مناظرات في التليفونات، فيقوم شاتمه بعدها في التليفون. هو فعلا بيعمل كده في المسيحيين في مصر هنا، يعني هو حتى في مصر مش سايب حد في حاله. لكن مصر ما بيحصلش فيها حوادث للمسيحيين، مصر دولة آمنة جدا، والمسيحيين عايشين في مصر يعني أسعد أيام حياتهم، خصوصا في الفترة اللي احنا فيها. لكن أنا بتكلم دلوقتي على موضوع كنيسة سوريا، كنيسة ماري إلياس، هي دي اللي عملت ضجة، وبسبب كلامه حصلت ضجة أكبر. طيب هي الفكرة في حاجة، دلوقتي البابا بتاع سوريا ما كانش بيتكلم على حد غير ان هو اتكلم على اهمال الجولاني، صح؟ متفقين على ده، والكلام بتاعه كان واضح جدا في البيان اللي هو قاله لما كان في الصلاة على جسامين الشهداء. قال بيانات كتيرة جدا واتكلم كلام كتير جدا، وكان كل الكلام فيه تلميح للجولاني ان انت سبب خراب هذه البلد.
لما قال له احنا جينا لك وهنئناك وعملناك وقلنا احنا في ظهرك وقلنا احنا في كتفك وهنبني سوريا الجديده و لحد الاخر، وفي الاخر مفيش حاجه من دي حصلت. وبالتالي يعني مفيش حاجه من اللي احنا اتفقنا عليها انا وانت انت عملتها. الشعب جعان، الشعب، وبالتالي كل اللي انت بتوعد بيه هو كذب، وكل اللي انت بتقوله للناس هو وهم، وكل اللي انت وعدت بيه الناس خلفت بيه. لكن اول مرة بقى يتكلم البابا على معاذ عليان، على الراجل اللي شمت في موت المسيحيين هناك، اللي ملهمش اي ذنب في اي حاجة غير ان هم مسيحيين. فاول حاجة يقولها البابا على فكرة ما طلعش بيان رسمي بالكلام ده في ناس مقربة من البابا هي اللي قالت الكلام ده ونزلتها على السوشيال ميديا. قالوا ان البابا انزعج جدا من اللي سمعه واللي شافه من شماتة في استشهاد الناس دي، وان هو استغرب ان في ناس ممكن تشمت في استشهاد الناس، ان هو استغرب ان هو شاف ناس شمتانة في موت ناس تانية ابرياء ملهمش علاقة باي حاجة. الفكرة ان البابا نفسه كان بيقول انا عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان في ناس بالجحود ده، او في ناس بالكره ده، وفي ناس بالبغض ده اللي انا شفته في شخص واحد اسمه معاذ عليان. البابا قال كل الناس اللي حواليا يعني عمالين يوصفوا لي ان هو بيعمل كده وعمل كده مع ناس كتير قوي، وانا عمال اقول لهم مستحيل يكون في ناس بالكره ده بالبغض ده، مستحيل يكون في ناس بهذا الفكر الراجع المتخلف. احنا في سنة 25، مين النهاردة بيفكر بنفس الفكر الراجعي التكفيري ده؟ فالبابا كمل كلامه وقال انا رسالتي ليه ولكل الناس اللي شغالين وراه وبيعملوا له فيديوهاته وبيظبطوا له حاجاته، ربنا هيحاسبكم حساب شديد جدا. العمر عامل زي البخار، زي الدخان، بيظهر قليلا ثم يضمحل. انت النهاردة عايش بكرة مش عايش، انت النهاردة قادر تتكلم، انت بكرة هتكون حتى مش قادر تشوف قدامك. هتطلع للسيد المسيح فوق وانت عارف ان هو اللي هيدينك، حتى كتابك بيقول ان المسيح هو اللي هيحاسب الناس، وبرضه مصمم الناس اللي انت كنت شمتان في استشهادهم دول هيدينوك فوق. الناس اللي انت كنت شمتان فيهم دول هيطلعوا فوق يقولوا الراجل ده في يوم من الايام ضحك على موتنا يا رب وعلى سفك دمنا على اسمك القدوس. تفتكر انت هتكون فين ساعتها؟ يعني انت هتحس بايه؟ تفتكر انت هتكون طبيعي؟ تفتكر انت هتكون عادي؟ تفتكر انت هتكون مبسوط؟ تفتكر انت هتكون مرتاح؟ تفتكر انت هتتحمل العذاب؟ تفتكر انت هتقبل ان يحصل فيك كده؟ طب ما انت لسه فيها يا ابن الحلال، ما انت لسه فيها. ارجع عن ضلالك، ولا انت تفكيرك نفس تفكير احمد الشرع؟ لان احنا ما شفناش منه غير نفس اللي شفناه منك. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة.